هاقدر دلوقتي أقول لكم إن الطريقة دي للكفتة هي أنجح طريقة ممكن تعملي بيها الكفتة، ولو أول مرة بتعملي الكفتة هتطلع معاكِ مضبوطة جدًا، وكمان الكمية بتاعتها كتير وهتبقى وفيرة أوي، أوي معاكِ، وسهلة وكل حاجة إن شاء الله هتلاقيها موجودة في البيت. شايفين طراوتها وقد إيه juicy من جوه وطرية وحاجة كده sticky ورهيبة. يلا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجه معايا هنا كوبايه ونص من الفول الصويا. الفول الصويا ده بنقدر نجيبه من عند اي عطار ومتوفر. هنحط عليه كوبايتين من الميه المغليه، ميه مغليه مش ميه بارده، وهسيبه حوالي نص ساعه او ربع ساعه لحد بس لما ينفش كده وتلاقي ان حجمه زاد وطري. خلاص كده هنغطيه ونسيبه على جنب. في الخطوة ديّة أنا جبت حبّايتين من الفلفل، ممكن تستخدمي حراق وممكن تستخدمي عادي ما فيش مشكلة، وحبّاية واحدة من البصل، البصل يكون حجمه متوسط. هابتدي بقى أقطّعه في الكَبّة عندي كده أنا عايزة أو ممكن تبشريهم ما فيش مشكلة، وكمان استخدمت واحدة من الطماطم. برضه الحجم بتاع الطماطم يكون متوسط كده مش كبيرة ولا صغيرة، ممكن تقدري تبشريهم على المبشرة عادي خالص. أنا ضربتهم في الخلاط علشان أفصل العصير عن الخضار بتاعي. شايفين هو بالشكل ده كده. هابتدي أصفيه كده وأفصل العصارة بتاعته أو العصير بتاعه كده عنه، لأن أنا محتاجة العصير ده في تصبيع الكفتة زي ما انتم شايفين كده. وكمان هاخد الخضار ده وأحطه على اللحمة. شايفين دي الكمية اللي طلعت لي كده من الخضار. هاركنها على جنب عشان هاحتاجها في وقت تاني. ودي كمان ده كمان الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هابتدي بقى أجيب اللحمة بتاعتي. أنا معايا كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بقى الخضار اللي احنا ضربناه في الكبة زي ما انتم شايفين، وكمان معايا الفول الصويا. أنا عصرته كويس أوي وصفيته كويس أوي أوي مفيش فيه ولا نقطة مَيّة. هابتدي أنزل بكل الكلام ده كده على اللحمة. هاخد كل الخضار اللي أنا عصرته وهانزّله على اللحم، وكمان هاجيب الفول الصويا اللي أنا عصرته كويس أوي، أوي، أوي من المَيّة ما فيش فيه ولا نقطة مَيّة، وهابتدي برضه أنزل بيه كده على اللحمة وعلى الخضار اللي إحنا عملناه. زي ما أنتم شايفين كده هانزل بالكمية كلها. في الخطوة دي هابتدي أحط كمان نُص كوباية من النشا. ويا ريت ما تستغنيش عن أي حاجة في الوصفة دي. معايا هنا معلقتين كبار من بهارات الكفتة، مهم أوي إن أنتِ تحطيها في الكفتة، بتدّي بجد طعم حلو أوي للكفتة، بتوديه في حتة تانية خالص. هاضيف عليهم معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الملح. ما تزوديش ملح هنا عشان بهارات الكفتة بيكون فيها ملح كتير. هاضيف عليهم معلقة صغيرة من السبع بهارات ما تكتريش، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وأهم إضافة ممكن نضيفها للكفتة وهي معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو بيكنج صودا. لو هتحطي بيكنج صودا يبقى معلقة صغيرة. هاخد بقى كل الكلام ده كده وهاحطه في حاجة واسعة عشان أعرف أقلبه. أنا كده قلبت المكونات بتاعتي كلها كده وحطيتها في حاجة واسعة زي ما انتم شايفين. بس مهم أوي إن انتِ في الخطوة ديّة تديها وش كمان في الكبة. هنجيب الكبة بقى اللي ضربنا فيها الخضار، وهنرجع نحط فيها اللحمة بتاعتنا أو الخلطة اللي إحنا عملناها، وهنبتدي نضربها كده أو نخلطها مع بعضها كده لحد لمّا تكون زي ما انتم شايفين كده مفتلة من بعضها، وبتكون طرية وملزقة كده في إيديكِ. ما تزوديش أي حاجة لا بقسماط ولا نشا ولا أي حاجة تاني، هي كده مضبوطة أوي. هاكمّل كل الكمية بنفس الطريقة دي زي ما انتم شايفين كده. هاسيبها بقى في التلاجة حوالي نُص ساعة علشان تتشمّع. شايفين إزاي طرية وبتلزق في إيديّا. بس لمّا احطها في التلاجة لمدة نُص ساعة مش هتلزق التلزيق ده خالص. لازم تسيبيها نُص ساعة في التلاجة، أقل حاجة نُص ساعة في التلاجة علشان تتشمّع وما تلزقش معاكِ. هاخدها كده على التلاجة. في الوقت ده هابتدي أجهّز العصير اللي إحنا عملناه، عصير البصل اللي إحنا جهّزناه في الأول. معايا كده عصير البصل هاحط عليه معلقة كبيرة من الزيت، وعليه معلقة كبيرة من الخل علشان ريحة البصل، وعليه معلقة صغيرة أو رشة صغيرة خالص من الملح زي ما أنتم شايفين، وهاضيف عليهم معلقة صغيرة كمان من البابريكا. ما تكتريش أي بهارات هنا. هابتدي بقى أقلب الخليط ده كله كده مع بعضه. بجد مهم أوي، أوي الخليط ده لازم تعمليه وتصبّعي بيه الكفتة، بيودّي الكفتة في حتة تانية. هابتدي بقى أجيب الحاجة دلوقتي السيخ اللي هاسيّخ عليه أو إن أنا هاصبّع عليه الكفتة. هابتدي أجيب بقى اللحمة بتاعتنا بعد حوالي نُص ساعة من التلاجة. شايفين ما بقتش تلزق في إيدي، وكمان هاستعين بالخليط اللي إحنا عملناه اللي هو عصير البصل زي ما أنتم شايفين كده، وهابتدي أصبّع بيه الكفتة. ممكن تستخدمي أي سيخ أو أي حاجة، ممكن معلقة خشب أي حاجة مدوّرة كده تقدري تسيّخي عليه أو تصبّعي عليه الكفتة. ممكن كمان عصيان الشيش طاووق أو أسياخ الشيش طاووق اللي هي بتكون خشب،
ممكن تستخدميها تحطي أكتر من واحد جنب بعض كده وتستخدميهم ما فيش مشكلة خالص، المهم هتصبّعي الكفتة زي ما أنتِ عايزة، بالأطوال اللي أنتِ عايزاها، بالحجم اللي أنتِ عايزاه، ده طبعًا يرجع لِك. ما شاء الله شايفين الكمية أصلًا هتدّينا يعني كمية محترمة أوي، الكمية أصلًا بتاعة اللحمة باينة إن هي هتدّينا كمية محترمة، شايفين ما شاء الله في منتهى الجمال، حاجة كده يعني مضبوطة على الشعرة. هابتدي كل شوية كده أحط إيديّا في الخليط اللي إحنا عملناه، وأبتدي آخد حتة اللحمة وأصبّعها على السيخ بتاعي، زي ما أنتم شايفين هاكمّل الكمية بنفس الطريقة ديّة، شايفين ما شاء الله ادّاني حوالي 32 قطعة، شايفين ما شاء الله. الحجم ما شاء الله أنا كنت باتحدى أختي بصراحة بتقول لي إن الكيلو بيطلّع 11 صباع بس، أنا اتحديتها وطلّعت من الكيلو 32 قطعة، هاخدهم بقى على نار عالية، درجة حرارة عالية، أعلى حاجة في الفرن من فوق ومن تحت لمدة ربع ساعة بس، التسوية هنا اللي بتحدد نجاح الكفتة. وده شكلها بعد 15 دقيقة بس في الفرن، شايفين ما شاء الله ما تزوديش الوقت عن 15 دقيقة في الفرن، ما تقوليش إن هي ما استوتش، لأ هي استوت وبقت زي الفل، شايفين ما شاء الله مطاطية إزاي، وده طبعًا بفضل النشا اللي بيخلّيها مطاطية أوي كده، شايفين juicy إزاي وطرية، مضبوطة بجد ما فيش بعد كده، دي أنجح طريقة للكفتة، وإن الكفتة كمان الكيلو اللحمة يدّيكِ كمية محترمة، ومن هنا بقى باقول لأختي أنا طلّعت الكمية ديّة بكيلو كفتة واحد بس، مش 11 صباع أو 10 صوابع زي ما بيقولوا، أنا سمعت كتير كده، لكن ما شاء الله الكمية دي كلها معمولة من كيلو كفتة واحد بس، في منتهى الطراوة، طرية جدًا، استيكي كده مطاطية زي ما أنتم شايفين، ما شاء الله قلبها ما شاء الله طري أوي، أوي، juicy حجم القطعة كمان يعني مضبوط أوي، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.